هلا حضرتوا وين رايحين؟ مزبوط، رايحين على عمان لنقضي يومين وحنحاول نزور كتير محلات. صورنا كتير وهالفيديو راح يكون جزئين. رزان، بتعرف نحن بأي جناح؟ يعني رح نكون موجودين بمسقط هاليومين ونزور محلات مشهورة نصحونا فيها سكان عمان. رح تشوفوا كتير مناظر حلوة ورح نكتشف الأكل الطيب. وهلأ وصلنا على حدود. قصة الحدود طلعت ما في أسهل منها. بتقطعوا أول شي بتدفعوا رسم العبور. نحن 3 أشخاص طلعوا 91 درهم. من بعدها بتفوتوا لحتى تاخدوا الفيز. الشي اللي حبيناه كتير إنه للي معه إقامة إماراتية وبده يفوت على سلطنة عمان معه أسبوعين يقعد بسلطنة عمان والفيزا فور فري. يعني ما دفعنا أي شي لأنه نحن جايين أصلا نقعد بس يومين ونقضي عيد ميلادي. على قد ما طلع قدامي رح اكل شيبس قبل ما اتغدى. الطريق من الحدود لمسقط تقريبا 4 ساعات وهيك قضينا الوقت على الطريق. أنا وعدتكم وصلكم الوضع 100%. شوفوا أمين وقد ايه بعرف لنوصل؟ ساعة 39 دقيقة. من الحدود لهون يعني تقريبا شي ساعتين على الطريق ما في ولا محطة، وأخيرا لقينا محطة. من بعد ما أخذنا ستوب وأكلنا استعجلنا على الأوتيل لنحط أغراضنا ونبلش نهارنا باكتشاف عمان. وصلنا على أوتيل جراند حياة لأن موقعه بوسط المدينة قريب على كل شيء. مثل ما وعدتكم رح أعملكم جولة بالأوتيل، كل شيء بالتفصيل بدي أعطيكم إياه بهالفيديو. تفضلوا شوفوا الألوان الخشب مع الإضاءة قديش حلوة عن جد. الحمام بس الميزان شو بدكم فيه؟ قد ما رح ناكل بعمان الميزان ما رح نعوزه. تعالوا شوفوا الغرفة. هون عندكم الطاولة اللي عليها نسكافيه وشاي لحتى نعمل صبحية. هون عندكم تخت. هون عندكم تي في مع الطاولة. هون لحتى نعملكم اديتنج لأحلى فيديوهات من مسقط. تعرفوا شو حبيت بالأوتيل أكتر شيء؟ التفاصيل الخشب. يعني تعالوا شوفوا هون بالأوضة قد ايه بيعطوا هيك زيادة للديكور حلا وأناقة. تعالوا شوفوا هيدي كلمة أناقة جديدة. أهم شيء بالأوضة. جاهزين؟ أوه يا عين. هيدا هو العمار القديم اللي كنت عم بحكي لكم عنه يلي بيعبر عن مسقط. شو بلا ظهره؟ لا بدنا نظهر. دغري بلش أمير. أول ما ظهرنا من البيت قلنا له اليوم بدنا نستكشف عمان لأنه صراحة ما معنا إلا يومين. هلا قال لي أوكي معك أنا يومين ما حنخلي شيء إلا ما نعرفه بعمان. وصلنا على الأوتيل بعد ما شاف هالمنظر قال لي بتعرفي شو والله بدي قاعدة. لا ما بدي قاعدة، بدي استكشاف عمان لحتى نفرجيكم كل شيء مثل ما أنا وعدتكم. يمكن هي أول مرة بتلاقوا فيديو هيك على قناتي، بس عن جد على قد ما صرت بحسكم عائلتي عم حب شارككم بأي شيء. واليوم ما تنسوا عيد ميلادي. وهلأ صرنا جاهزين لحتى نستكشف عمان. رح نزحت يا أمير. بتعرف شو عمل أمير؟ صف السيارة بآخر الدنيا بالباركينج. وهلأ كل ما بدنا ننزل على الأوتيل ونطلع بدنا ننزل هالطلعة ونرجع نطلع. معناته بس نجي من برا بدنا نجي جوعانين وبس ننزل من الأوتيل لو كنا أكلين بدنا نروح ناكل. شو ننزل الطلعة بنهضم.
واليوم بما انه نهارنا منه طويل رح نختصره بمحلين بس. اول شيء حنروح على الموج مارينا لنكتشف محل تاني، ومن بعدها رح يكون ختامها مسك بالمطرح، لانه رفيقتي كانت ساكنه هون وهي صراحه نصحتني كثير روح على مطرح، خاصه اذا بدي اخذ سوفينيرات. يعني صح امي بلبنان واختي رنين بلبنان وانا لارجع اشوفهم للصيفيه الجاي، بس اكيد وصوني على كادويات من عمان ذكرى من هون، وبس لروح على لبنان برجع باخذ لهم اياهم، يعني ما خلصت من الكادويات. وهلا نحن بكوميونتي اسمها الموج، رايحين على المارينا لحتى ناخذ بوت لحتى نستكشف جزيره. رحله لقينا البقي كنا بدنا نمشي كل المشيات بالشوبات. لنخبركم ليه جينا لهون. جينا على الموج مارينا لحتى ناخذ بوت ونروح على جزيرة اسمها ديمانيات، بس للأسف طلعوا بيروحوا للصبح والرحلة تقريبا 5 ساعات، مشان هيك بيطلعوها من بكير لحتى تنبسطوا بالغطس وتشوفوا الحيوانات يلي عايشة بالبحر. هيدي هي بالمبدأ، بس نحن بتعرفوا يعني جينا بعد الظهر، هلا الساعة 4، في رحلات قصيرة مدتها نص ساعة، بس قالت لنا انه ما رح تشوفوا شيء. هلا أول شيء مش وقت رحلات طويلة، ثاني شيء بس بنبرمكم نص ساعة بالبحر وبنرجع، فهي صراحة ما نصحتنا، فما جيتنا لهون كانت على الفاضي مبدئيا، بس لا فينا نقول تعرفنا على الموج مارينا وفرجيناكم اياها. الموج مارينا حلو تتمشوا فيها بالليل، اول شيء بكون صار ابرد، ثاني شيء بعتقد الاضاءه حلوه والتمشايه مع التحليه كمان. يعني مبدئيا هيدا الشارع هون كله المارينا فيكم تقولوا كلها مطاعم وكافيات، فيكم تختاروا المحل يلي بدكم اياه. وعلى فكره لاحظت كمان الشغله في كذا مطبخ، يعني ما في بس مطابخ عربيه، لا في الهنديه وفي الايطاليه وفي كثير انواع، يعني عندكم خيارات كثير. بهالشوبات حروح عند زهر الليمون اشرب عصير ليمون. وين ما في مطعم عربي بالاخص مطعم لبناني يعني في حلاوه الجبن. هلا عم نختار شو بدنا ناكل هيك وفي عسمليه كمان بتذكرني برمضان، رز بحليب. يعني بما انه اليوم الفيديو غير شوي، خلينا هالمره نطلب نتحلى بدل ما نتغدى. وصراحه بما انه مطعم لبناني عم فكر بحلاوه الجبن، هيك بتذكرنا بطرابلس، هيك ما رحنا على طرابلس لما كنا بلبنان. وصحن مشاوي. عم بمزح عم بمزح. وبقلاوه ايس كريم، يعني عندهم عصير تفاح وعصير ليمون وعصير الجزر ليقوي لك النظر وتشوف عمان منيح. مكتوفي يا قمر الزمان، يا وردي مقطوفي من أجمل بستان. Today my birthday. يعني جيت على زهر الليمون طلبت عصير تفاح. ما جابوا لنا حلاوة الجبن لأن فرطت هو عم بلفها الشيف، فاستبدلناها بالكنافة. وصلوا الكنافة بجبنة والبقلاوة على آيس كريم. خلينا نبلش بالكنافة لأنه بعدها الجبنة سخنة. عجبتك اللفة؟ بروفيشنال. بدها قطر. وبحال ما وصل لها قطر كثير من الجبنه، جبنه منا مالحه ابدا، فيها نكزه طيبه لحتى تعدل حلاوه القطر مع قرشه الفستق الحلبي، كنافه طيبه، واهم شيء قطره طيب تشتشى بالقطر. وانتبهوا القطر الصح لما يكون مزبوط بيعطي طعم غير شكل للكنافه. وهلا خلينا نروح على البقلاوه مع ايس كريم. اسمعوا القرش. عجينة البقلاوة مع البوظة القشطة ورشة فستق حلبي. سمعتوا قرشتها؟ بدي احكم اسنان بشكل بدي احكم اسنان بشكل مستعجل. لمعوا اسناني على البوظة. قشة البقلاوة بتعرفوا انتوا عجينة البقلاوة قديش رقيقة،
قشطة طيبة محمصينها وحاطين عليها سكوب ايس كريم على قشطة مع فستق الحلبي. الايس كريم طيب، القشطة طيبة، والفستق الحلبي، يعني 3 مكونات مع بعضهم، العجينة البقلاوة والايس كريم والفستق الحلبي 3 بواحد غير شكل. فهيدي هي بقلاوة القشطة مع فستق حلبي عن زهر الليمون. يعني بقلاوة الايس كريم حلو خفيف، بتبوردوا فيه بهيدا الطقس وبتتحلوا كمان. صار بدنا حكي بس اوعكم تصدقوا انه امير جمع لي الصون حدي كلها، يعني انا اللي اكلتهم كلهم، بس مسك الكاميرا بده يصور انه يقول لكم الاسعار، قرب كل الصحون لعندي انه انا اللي اكلت. يعني اللي كانت بقلاوه على ايس كريم الله يرحمها 3.6 ريال، والكنافه 3.4 ريال، وعصير التفاح ب 2.8 ريال. هذا هو صح؟ بس تجوا لهون تحفظوا الباركينج، مش تبرمونا اياها كلها. واحد بده يكون بده يطلع بالباقي عيد ميلاده بده يظهر يكزر مرتاح، بمشي امير بكل الموج مارينا لحتى يوصلوا على البنايه، ويا رب تطلع هي. شوفوا خبايانا، شوفوا انا شبعانه. في ناس بتكتب لي انه طعمي امير، شوفوا امير شو بيعمل فيه. انا باكل اكلات وبهضم لي اياهم. فتشوا على الباركينج. ماشي الحال. ما كنت عارفه هون قد بعد ناطرني معاناه مع المشي. نحن ورايحين على اهم مطرح بمسقط، عرفتوا لوين؟ رزان شوفي امير صفنا اخر الدنيا وبده يمشينا على السوق. صحيح مشيت كتير، بس كان الطقس كتير حلو والمناظر ما بتنبسطوا فيها انتو ماشيين بالسيارة، يعني كان لازم لها هالمشيات فينا نقول لعله خير. وهلا من هون رح نطلع على سوق مطرح. شوفوا على فكره، شوفوا البحر، وهيدا قالوا لي انه قارب السلطان. تعالوا خليني اقول لكم اللي انا كنت مكشره. تعالوا لكم امير منين مشاني. وين المتحف الوطني؟ وين اللي قال لك؟ من هون لهون. وبدكم ياني ما اكون مكشره. هلا خلينا نفوت على السوق نعوض جوا ندفعوا مصاري. مصرة شمها لتطلع هي زهقت. هلا عم باخذ بخور على فكره، مارقيني من السوق وعفت الريحه وشميناها، بس شفتوا جربت لحتى اشوف الريحه احسن ما تقوم تفرق. روح على البيت افطس من الريحه تكون مش هي ذاتها اللي شميتها هون. يلا اخذنا 2. هيدا البخور حجره، بتحسوا لما بتحطوه على الفحمه عن جد بتعفوا وبتنبسطوا بريحتها، وريحتها حلوه، عشان هيك بحب اخذ منهم. هلا ماما رح تنبسط فيهم. شوفوا لي الجمال اللي بقتله. تعالى شوف، اجينا عملنا ديفيليه. اوه غير شكل. يلا قطعت. هيدي لبابا توصلي فيها. اوكي 13. بس هلا اذا بلاقيها قدام ارخص بدي رجعها، بس اذا بلاقيها اغلى قدام قال لي بده مني مصاري. تعالوا شوفوا الحلوين للبر. واهم شيء بالسوق تناقشوا معهم على الاسعار، لانه بتوصلوا للسعر اللي بدكم اياه، وتقريبا البضاعه نفسها بكل المحلات. اكيد في استثناءات، ومن هالمحل فيكم تاخذوا سوفينيرات بتعبر عن عمان. انا شخصيا جبت بخور، عود، عبايات، شاي للاسترخاء لامير، ومخدات مشغوله على الايد. اوه هول حلو، هذا انا وياك. وقد ما مشيتوا قد ما بتصرفوا، وبتظهروا من هالسوق نو ماني. سمع شهادة السير ارجعنا بالليل. يعني واحد بدل شو اسمه يمشي بغطى قلبه وبيوقف بأرضه. والله نهار عريق. يعني يمكن هيدا عن جد عيد ميلاد للذكرى. سفرة بالسيارة هي أول مرة بنعملها. أول مرة. سلطنة عمان أول مرة بنشوفها. انبسطت بالطقس، بالبلد، بالعالم اللي موجودة هون، بكل شيء. عن جد كان هيك عيد ميلاد مشكلة. في كيك بعد ما خلص ما خلص النهار. في عن عشاء. جد على قديش تعبنا. يعني تخيلوا نحن من 5 الصبح على الطريق، 5 الصبح كنا على الطريق.
فعلا وهلا صارت الساعة 7:30 وبعدنا بنفس النشاط. مرار الواحد قد ما بيكون مبسوط بينسى تعبه. وبنفس التياب، بنفس الثياب وبنفس بنفس القرف وبنفس كل شيء. بس صدقوني هيدا عن جد نهار للذكرى. والله خلصنا السوفينير ونو ماني نو ماني، بس تجوا على هيدا على هيدا السوق خلص قد ما بتستحلوا. حتى في ناس كانت عم بتقول انه هي عايشه بالبلد وكان كل ما تجي على هيدا السوق يصير فيها نفس الشيء. يلا ماشي الحال. بفيديو الجاي ركزنا اكثر على الاكل وتعرفنا اكثر على محلات نصحونا فيها اهل عمان الشعب المضياف.